عاوزة تاكلي الجبنة القديمة لكن بتخافي منها، بتتعبي منها لما بتاكليها، بتعلي عندك الضغط. كمان في ناس بيجيلها حساسية منها جدا وكمان بتتعب منها. النهاردة هنعمل الجبنة القديمة دي بطريقة استحالة تتعبوا منها. كمان تنفع تحطوها على الفطار أو كمان تقدموها جنبها الفطير طبعا، وهي من الحاجات المميزة جنب الفطير المشلتت، بيكون طعمها جميل جدا. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. معايا حوالي ربع كيلو من الجبنة القديمة. طبعا الجبنة دي أنا محدقاها عندي، يعني أنا شارياها جبنة قريش وحطها عندي في الزلعة. إن شاء الله نعمل مع بعض فيديو تخزين الجبنة، بخزنها من السنة للسنة. طبعا أنا مريضة ضغط عالي، ربنا يشفيكم ويشفينا ويعافينا جميعا يا رب، فما باكلهاش كتير، بخاف لا تتعبني. لكن الطريقة دي جميلة جدا ومهما باكل منها ما بتعبش منها ولا أي حاجة. طبعا انا طلعت حوالي ربع كيلو كده من الزلعة بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين الجبنة قديمة وجميلة جدا ما شاء الله، ممتازة. كمان معايا كوباية لبن حليب بخير، وطبعا انا مروباها عندي. خدت كوباية لبن كده قبل ما اغلي اللبن وحطيتها في الطاجن وشيلتها في فرن البوتاجاز. قعدت حوالي يومين ولقيتها ما شاء الله رابط. تعالوا نشيل مع بعض القشطة اللي على وش الطاجن. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القشطة جميلة جدا ما شاء الله، الشتا خيره كتير. طبعا هبدأ اللي أنا أشيلها كده. أنا مش محتاجة اللي أنا أزود الجبنة، لأن الجبنة طبعا القديمة دي كانت جبنة بخيرها، وكمان الزبادي عندي اللبن كامل الدسم، يعني أنا مش محتاجة المعلقة بتاعة القشطة دي. هنعمل بيها حاجة تانية على الفطار هنشوفها مع بعض دلوقتي. وهنا طبعا تقدروا تستخدموا علبة زبادي بلدي بدل كوباية اللبن اللي أنا مروباها دي. يعني لو ما عندكيش لبن رايب في البيت، تقدري تجيبي علبة زبادي بلدي من المحل وتبدأي اللي انت تستخدميها بكل سهولة. هبدأ كده عندي مطحنة اللي هي الكبة بتاع الخلاط، تقدري تحطي كله في الشفشق مرة واحدة ما فيهاش أي مشكلة. طبعا أنا هبدأ دلوقتي أحط في كبة الخلاط، هحط نص الجبنة، وهبدأ أحط كمان نص الزبادي بتاعي أو اللبن الرايب. طبعا بيهديها جدا وبيخلي طعمها جميل، وكمان ما بيغيرش في الطعم ولا حاجة، بس بيخليها ما بتتعبش ولا بتعلي الضغط ولا كمان بتظهر الحساسية عند الناس اللي عندها حساسية من الجبنة الحادقة دي أو من الألبان عامة. هاخدها كده وهبدأ أخفقها، بتكون فعلا جميلة جدا. تقدري تعمليها وتشيليها في علبة في التلاجة لوقت ما تحتاجي تبدأي تاخدي منها، والله ممتازة جدا جدا. طبعا وكلنا بنحبها، من الأكلات الجميلة، يعني دايما بنحب نحطها جنب الأكل كده، بتكون جميلة جدا. هبدأ دلوقتي كده خفقتها في الخلاط ما شاء الله، القوام بتاعها كريمي وجميل جدا، وكمان لونها فاتح اكن حاطه عليها طحينه، وانا مش حاطه عليها طحينه ولا حاجه. انا حاطه بس اللي هي اللبن الرايب ما شاء الله، مديها طعم ممتاز جدا. وكمان الجبنه عندي حاميه، يعني هي قديمه حادقه ما شاء الله وكمان حاميه. طبعا اللبن الرايب مهدي الحمو بتاعها، وكمان الحدقان اللي فيها مخليه طعمها لذيذ جدا. هبدأ انزل ببقى الكميه وهنخفقها مع بعض، وهنبدأ دلوقتي نشوف هنحط عليها ايه. ما شاء الله ممتازة جدا، ولو جربتها بالطريقة دي استحالة ان انتم تاكلوها بالطريقة التقليدية اللي كنا بنعملها بيها. يعني كنا ساعات بنحط عليها كده حباية من الطماطم وعصرة ليمونة وشوية زيت، لكن ما كانتش بتدي نفس النتيجة دي، لكن النتيجة دي حقيقة ممتازة جدا. هبدأ دلوقتي أخفقهم وارجع لكم كده علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. طبعا انا بجهزها كده جنب فطار، على بال كده ما بيبدأوا يصحوا ويتجمعوا ونبدأ اللي احنا نفطر. بحاول ان انا اجهز كده ايه الحاجات اللي ممكن تجهز وتتركب. طبعا هنزل ببقية كوباية الحليب ما شاء الله ممتازة جدا. على فكرة الطاجن بيعمل علبتين زبادي من بره، يعني كوباية الحليب دي ما شاء الله بتعملي علبتين زبادي. العلبة دلوقتي مش عارفة ب6 جنيه ولا ب7 جنيه،
بره، معرفش ليه غليت قوي كده. انا ما بشتريش الزبادي خالص من بره، دايما بعمله في البيت لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، هنعمله مع بعض. وكمان لما بكون محتاجاه، يعني محتاجة زبادي لأي وصفة، بجيب اللبن من قبلها بيومين وبروبه. وهنا كده خفقت الخليط اهوت ما شاء الله. هبدأ انزله، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي بيشوف الجبنة بيفكر ان انا حاطة عليها طحينة من غير ما يعرف انا حاطة عليها ايه. بس حقيقي كوباية اللبن ده، اللبن الرايب ده، فرق جدا في الطعم وكمان في القوام. وهنا كده معايا ليمونة حجمها كبير، هبدأ أعصرها عليها علشان طبعا بتدي طعم ممتاز جدا. وكمان الليمون مادة حافظة للجبنة، عشان لو قعدت في التلاجة ما يجرالهاش حاجة. طبعا أنا شايلة منها البذر. الليمون اليومين دول أسعاره غالية جدا، الليمون ب50 وب60 جنيه، مش عارفة ليه رفع مرة واحدة كده. طبعا كل مكان بتكون فيه الأسعار متفاوتة غير المكان التاني، يعني مع ان احنا عندنا ريف شوية أرياف، لكن برضو الأسعار غالية. كمان الجبنة دي القديمة دي بتتباع الكيلو ب150 وب160 جنيه. الجبنة القريش الكيلو ب70 وب80، على حسب برضو الجودة بتاعت الجبنة. في ناس بتحلق وفي ناس ما بتحلقش. فطبعا يعني من 80 جنيه ل160 جنيه. مش عارفة برضو الجبنة القديمة دي بتكون غالية جدا. أنا دايما كده في فصل الطوبة، في فصل الشتاء في شهر طوبة، بيكون التخزين بتاع الزبدة والجبنة. ببدأ أجيب الجبنة القديمة اللي هو الجبنة القريش، وببدأ أشرشها في البيت. وعندي الزلعة بتطلع لي أحلى جبنة ما شاء الله، بيكون طعمها ممتاز. كمان أنا مصفية المش بتاعي، والجبنة نظيفة ومفيهاش ولا سوسة ولا دودة ولا أي حاجة، ومنضفاه كمان ما شاء الله ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين جبنة كده حاجة يعني كده فاخر من الآخر. هنبدأ دلوقتي، حطيت عليها الليمونة وحطيت عليها معلقتين من الزيت. وهبدأ دلوقتي أقطع كده طبق من الخضار، الطماطم على الفلفل. الفلفل ده حامي وجميل جدا، طعمه ممتاز، الشطة دوت، وكمان الخيار. وحمرت بطاطس، وهبدأ كمان أقلي بيضتين كده، بس طبعا على بال ما يتجمعوا علشان البيض ما يبردش. هحط معلقة القشطة اللي أنا شلتها من وش الحليب على حتة سمنة كده، ونبدأ نعمل بيها شوية بيض كده زي العسل، يستاهلوا بقى حبايب قلبي كلهم. أنا عايزة أقول لكم إن هي طعمها جميل جدا وممتاز. أنا بصراحة حاسة إن أنا باكل حاجة جميلة، مش دي الجبنة القديمة اللي إحنا بناكلها طبعا، اللي هي طب